يا ابو الصحاب، عامل ايه؟ يا رب تكون كويس. وحشتك والله. انا ما طلعتش بسببك. ايوه، انت اللي مقصر وما بتدينيش حافز اللي انا كل يوم استمر معاك. وزي ما قلت لك هتلاقيني بقطع معاك علشان مش بتتفاعل معانا. والنهارده معانا فيديو صعود النادي الاهلي، وهنتكلم عن احداث المباراه، غير كمان قصف جبهه، غير كمان هنتكلم على الفقر والغنى. ايه الفقر والغنى؟ هتعرف كل حاجه جوه الفيديو ده، غير كمان مواقف امام عاشور الاخيره في اخبار جديده بالنسبه لامام عاشور. معانا النهارده فيديو مليء. هل بقى هتوصل الفيديو لعدد كبير من اللايكات؟ هنشوف. يا ريت يا صاحبي ما تاثرش معانا في اللايك، بيساعد ان انا استمر معاك يوميا. لو ما انتش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس عشان اي فيديو انزله يجي لك اشعار بيه. ويا ريت تدينا شير علشان الفيديو يوصل لعدد كبير من الناس. يلا نبدا. بس انت لسه ما صليتش على النبي، صلي على النبي في الكومنتات عشان ناخد كلنا ثواب. ويلا نبدا. تعال نبدأ مباراة الأهلي وشبيبة القبائل. وخلاص الأهلي رسميا تقدر تقول اتأهل للدور اللي بعد كده، عدى دور المجموعات. والمباراة اللي جاية قصد الجيش الملكي. يعني لو هو عايز يصعد أول يكسب الجيش الملكي، عايز يتعادل برضك هيصعد أول. فهو كده كده صاعد، بس هو على حسب الأهلي هيكون عايز إيه علشان يستر بالمباراة ديت. تقدر تقول لا، في حسابات لازم نقف عندها. بس قبل ما نروح للمباراة وكل الكلام ده كله، لازما ادي كل مره الكلمه اللي هفضل اعيدها وازيدها: حارس مصر الاول هو مصطفى شوبير. حارس مصر الاول هو مصطفى شوبير، وعدى باختبارات كتير، عمل 10 كلين شيت، جاب دوري ابطال افريقيا، اترشح لافضل حارس وافضل لاعب داخل القاره. فالراجل عدى باختبارات، خلاص زي ما بيتقال عليه ليفل الواحد، مش محتاجه تاني ترجع الشناوي. يا جدعان والله خلصت. الراجل طول الماتش تحركاته تحت العارضه كلها صحيح. مش بقول لك بيعمل الصعب، بس ده الطبيعي. الشناوي ما بيعملش الطبيعي. كرة تتعرض تلاقيه متدربك يطلع يرجع، ما هو كده غلط المدافع وكده تبقى سهله للمهاجم. مره واحده يطلع بالبوكش ما يجيبهاش بوكش، ما هو بوكش فعلا بيطلع يجيب الهوا، يمد ايده ما يجيبهاش، وبيتسبب في كوارث انا مش بقلل من الشناوي خد افضل لاعب داخل القاره وهو حارس. الشناوي حارس كبير، بس خلصت. خلاص. وائل جمعه قاعد على الدكه، وبركات وابو تريكه وحازم امام عندنا قاعد على الدكه، كله ده قاعد على الدكه عادي وقته وخلص. مش تقليلا خالص من الشناوي، انت عندك حارس في الدقيقه 81 بيشيل لك جون زي ده. رد فعل برضك هفضل اعيد: انت في الشباب اللي هو حاجه و20 سنه، غير في الثلاثينات، غير في اما تبقى في اخر الثلاثينات. اتكلمنا بقى على شوبير وادينا له حقه، علشان بالفعل انا بحب الكاركتر بتاعه، الشخصيه المحترمه، تصريحات، اسلوب اللعب الجديد اللي بيعرف يلعب برجله، ما عندوش رهبه. الحارس الطبيعي، مش بقول خارق، مش بنقول عصام الحضري ولا ياسين بونو، بنقول الحارس المتزن اللي احنا مستنيينه يعني مع منتخب مصر القادم. عاش يا شوبير، كمل ان شاء الله. يعني انا شايف ان انت الفتره اللي جايه كمان هتعلى مع الوقت ان شاء الله، تاخد مباريات اكتر. نيجي بقى للمباراه. ويسترب يسترب. احنا كالعاده احنا بنفتي كتير في الكوره. يعني احنا قبل ما نيجي الماتش كده مش عارف ده يقول لك ايه: انا لو شايف الماتش ده هتلاقي الفرقه اللي قدامه هتنزل تدافع وهتلعب على التعادل، هتنزل على الخساره، مش عارف ايه دي، هيسيب. عندنا شويه مصطلحات كده. يعني النهارده الاهلي يتعادل يصعد، يتعادل يصعد. لا، ترب طبقها حرفيا. طبق المقوله دي. انا عايز نقطه. يعني انا اول مره اشوف مدرب بينزل المباراه، انت ماشي انت عايز نقطه بس مش تلعب حرفيا على التعادل. ما انت ممكن تلبس جون ده كله راح. يسترب نازل بالتشكيله. الاهلي من بدايه المباراه يعني لحد الدقيقه 25 تحت الكوره، الاهلي بالفرقه بحالها تحت الكوره، وضغط وهجمات وما اعرفش عدت ازاي. كور في العارضه وفوق العارضه، ده سلكان مش حظ. ما حظ بتبقى مره واحده، ده سلكان. بيذبحوا وبيتبرعوا وبيدفعوا الصدقه في مواعيدها. ندفع يا اولادكم الشكاير نلم. والله كميه الفرص اللي ضاعت من شوبير مش طبيعيه. ده فوق العارضه وتحت العارضه وجنب العارضه وفي العارضه، وشوبير يشيل. مش طبيعيه. سلكان. بس تبين ايه في الاخر؟ ايه ده؟ فين هويه النادي؟ انت عايز تلعب على التعادل بس ما تبقاش بالفضيحه دي. فضيحه. انت تلاقي في يقول 15 محاوله ولا حاجه، كلك حوالين العارضه، واللي في العارضه وشوبير شال. واللي يضحك المباراه ديت اصابه تريزيجيه في نهايه الشوط الاول. وهنتكلم بالنسبه للاصابات ديت. طب نقف بالنسبه للاصابات. تريزيجيه مصاب، واحنا شفنا في الطياره ده يا عم مش اجتهاد ولا معلومه، ولا شفنا في الطياره تريزيجيه حاطط جهاز في رجله بيعمل استشفاء، فباين اللي هو مجهد. ما تنزل واحد تاني، ابدا بواحد تاني.
برضو كذلك زيزو قبل المباراه اللي اتصاب فيها، مش قبلها كان في مباراه طلع الناس وكل المواقع كتبت ان زيزو عنده اجهاد فطبيعي ما يبداش، خليته يبدا اتصاب، فانت اهو المباراه اللي جايه زيزو مش موجود لمده 3 اسابيع، وتريزيجيه كذلك بنسبه كبيره ممكن تبقى اصابه طويله او قصيره لسه ما اعلنوش. بس ليه انت شايف ان عندك ناس استهلكت خلاص؟ ابدا زي ما انت بدات ببن شرقي اهوت، وريح تريزيجيه معاك ال3 ايام دول هيفرقهم في الاستشفاء بتاعه، ونزل الشحات. فانت اهو الاصابات دي غريبه ومش فاهمها وما اعرفش ازاي، يعني المفروض الاهلي عنده اجهزه حديثه يعرف ده تعبان، ما لهاش علاقه بقى، ما هو تريزيجيه عنده قلب من زمان وقال انا هلعب، لا ما لهاش علاقه باللي انا هلعب ومش هلعب، انت كمدرب تبقى شايف ده تعبان ومش ده، وفي اجهزه للكلام ده. اما بقى نرجع تاني للمباراه، المباراه كلها اصلا ماشيه في اتجاه اللي هي شبيبه هتسجل، الاهلي ما راحش ولا كوره، بس التغييره بقى بتاعت تريزيجيه، اما تريزيجيه خرج مصاب، مين اللي نزل؟ طاهر محمد طاهر. ما فهمتهاش، اصل في الشحات والراجل كان في كاس الرابطه وكاس يعني كان عامل فورمه كويسه، اما كله كان في المنتخب الراجل عامل فورمه كويسه وكان اداؤه حلو، اديت لطاهر ماشي ماشي اديت لطاهر، فايه بقى اللي يحصل على ارضيه الملعب؟ طاهر اللي يبقى ناحيه الشمال مكان تريزيجيه اللي هو يخش يقطم ويحط ارتو والكلام ده كله، وبن شرقي تنيه ناحيه اليمين. انت بتتعاطى حاجه يا عم تروب؟ يعني مش فاهم، انت مش عارف تعمل التحولات، فالكره الوحيده اللي لها منفذ كان عندك تريزيجيه اللي هو يشتغل لوحده ويجيب لك ار2 ولا يعمل لك واحده لوحده ويضم راس حربه والكلام ده كله. اتصاب، فالبديهي تجيب بقى اللي هو مش باين في التحولات ناحيه اليمين اللي انت مخليه يعني ايه يرمي لك عرضيه، اللي هو بن شرقي هيرمي عرضيه لمين وانت بتلعب في التحولات؟ فخليه بقى ناحيه الشمال يخش يشتغل واحد على واحد، فانت خليت طاهر هو اللي يخش يشتغل واحد على واحد بن شرقي، وفي الاخر بتغير بن شرقي، ولا ومش بس كده، بيغير بن شرقي وبيلعب بمين بقى؟ قام منزل كريم فؤاد وبيكهام. انا عجبني كريم فؤاد ليه؟ علشان جبهه الكوكا كل اللعب كان من عليه، وبالفعل كريم فؤاد لما نزل قفل كام كوره وكام بلوك، عجبني كريم فؤاد في الحته دي. بس الفكره انت خرجت بن شرقي، مين اللي هيعمل لك الحل؟ يعني مين اللي هيعمل لك الحل؟ بعدها بقى في الدقيقه، يا لهوي، بن رمضان خرج في الدقيقه 76 ونزل كاموش، بعدها في الدقيقة 86 بينزل الشحات. يا راجل يا راجل يا راجل، انت ايه الكرة اللي بتقدمها دي؟ طب انت عايز تدافع؟ طب ما انت يعني لولا ستر ربنا وسلا كام الناس ذبحت ولا اتبرعت ولا ما تعرف سلكت معاك والكور بتيجي في العرض حوالين العرض. طب قدم كرة، قدم تحول، اعمل حاجة، انت مش مساعد نفسك يا عم الطرب في الماتش ده خالص. عموما انا مش هقف عند المباراه كتير، يعني هرغي اكتر من كده عشان زي ما انا لمحت كان في بعض الدفاعات واتكلمنا عليها. تعالى للتقييمات عشان معانا احداث كتيره لتكمله الفيديو، بالله ما تسيبه، لا تكمله الفيديو مهمه ومضحكه ومعانا تفاصيل حلوه يعني. بس كنا لازم نبدا بالمباراه. شوبير 9/10، كل الكور العرضيه طلوعه، التحضير بالكوره، كل حاجه كانت كويسه، وشال جون مؤكد في الدقيقه 81 9. كوكا 0، مرعي 0، ياسر ابراهيم 3، محمد هاني 8، شال جون واحده بكعب رجله كده وطلع كوره لمروان عثمان اللي اتاخر فيها، اللي كان هيعرضها لتريزيجيه في الشوط الاول، اللي كانت يعني في هجمه، يعني الاهلي هيروح هجمه ما اكتملتش. مروان عطيه 6، ديانج 3، بن رمضان 0. بن رمضان انت ده رمضان جاي وانت لسه ما جيتش النادي الاهلي. ايه يا اسطى ايه دي؟ تريزيجيه شوط 1/4. مروان عثمان عجبني تحركات الماتش ده، كام التحام وكام يعني في حاجه ظهرت منه، بس الراجل ما وصلوش كذا اختبار عشان يختبر يعني. 5. بن شرقي 0. بعد كده مين اللي نزل؟ مين اللي نزل؟ طاهر 0، كريم فؤاد 4، بيكهام 1، كاموش ده احنا ده شكلكم وقعت في ويلتر بواليا جديد ولا موديس، لسه هنشوف، بس الراجل لا بيختبر ولا يعني بجد لسه، يعني مفيش حاجه تقدر تقول عليها تمسكها، ولا هجمه وصلت له ولا كوره ولا مفيش لسه، بس 0. الدقيقه بعد كده الشحات نزل في الدقيقه 86 2. تقييم الياس تورب 1/10. مباراه سيئه جدا من ياس تورب، علامات استفهام على الاداء والشكل والتغييرات. تعال بقى المواضيع اللي بعد كده علشان مواضيع دق موت. يلا تعال بقى للمواضيع اللي بعد كده، بس اتاكد ان انت تكون عامل اللايك يا صاحبي، اللايك اللي بيخليني استمر معاك كل يوم، انت اللي بتخليني اقصر كل يوم. زي ما انت شايف الصوره اللي قدامك كده يا صاحبي، انا اول ما شفتها حوليت، والله العظيم رزق ربنا يبارك له كل حاجه، بس حوليت ليه؟ طياره خاصه دي رقم 1، الكرسي ولا كرسيين ممدد رجله، 2 ايفون، 2 ايفون،
وفي تابلت على يعني في تابلت على الرجل، ركز بس على الرجل. وايه ده كمان يا ناصر؟ ايه ده مصاصه؟ ما كانش عندنا مصاصات في الزمالك يعني حتى؟ ده الايام كلها كانت عندنا مصر بس. وايه اللي ورا دي؟ ده كنزات شيبسي، ما الشيبسي اللي بيبقى في كنز دي. الله يمسيه بالخير الكابتن حسين لبيب، كان بيخليك تقعد على رجل محمد صبحي عشان ما يحاسبش على الاجره. بعيدا والله يا صاحبي عن الضحك، والله فعلا الموضوع صعب قوي. يعني تيجي تبص كده الرفاهيه دي، يعني دي رحله بيراميدز زي ما انت شايف يا حامد حمدان والصفقه فخور الجديد ده ممدد وبطانيات وتابلت واخد 9 نايمين. ربنا يزيد ويبارك. بس انا بفهمك بس المعاناه عندنا واصله لايه. تعال اوريك بقى لقطه كمان في النادي الاهلي. نادي الاهلي ارحم وسيبهم يا خفا يا عم. بس بوريك بس امثله. تريزيجيه دول 3 كراسي، 3 كراسي وحاطط الجهاز بتاع الاستشفاء بتاع رجله. تعال بقى اوريك في نادي الزمالك، اوريك في نادي الزمالك ديت. يعني الونش فرحان قوي جنبه محمد اسماعيل وعندك المهدي سليمان. دول كلك اصلا ايه كرسيين، يعني الاثنين شايلين 3. اسمع مني بس ما انتش واخد بالك، لا دول كرسيين. تعال بقى اوريك لقطه بقى ايه الخضري فرحان قوي اللي هو مسافر. ده الستوري بتاعته. تعال بص كده اطفال ورضع زراغير في وسط الناس كده. ما فيش حاجه اسمها طياره خاصه والكلام ده. يلزق جنب بعضه وتلاقي واحد جاي يديك بومبه جنبك. فبجد والله معاناه. عشان كده بقول لك يعني امثله بسيطه. لعيبه مش لاقيه تاكل، وعندنا كميه مشاكل مش عايز اعيد تاني، بس مشاكل بسيطه اللي هي الحاجات. انا عايز اسافر في طياره يا عم خاصه واقعد براحتي، ولو حد عنده اصابه يتاهل ولا ينام طول الطريق لو الطريق طويل ولا الكلام لا اذنه. الكلام ده طبعا مش لينا كشعوب او واحد شغال ولا حاجه. طبعا احنا شايفين ان دي رفاهيات ازاي يعني يا خفاجه ما يسافروا ايا كانت الطياره. لا المفروض ديت زي ما بيحصل مع بيراميدز وبيحصل مع الاهلي وبيحصل مع سيراميكا مسافر، المصري مسافر، بيحصل كده. المفروض نادي الزمالك يبقى فيه كده. انا بفهمك انت وصلت لايه. طبعا الحاجات دي رفاهيات بالنسبه لواحد شغال موظف والكلام طبعا، بس احنا بنتكلم في اسس الحاجات اللي هي الطيران، السفر، الاقامه، الفندق بدل ما يبقى كويس مش عارف ايه تلاقي يحدف له فندق بعيد يبقى في حمام مشترك للتيم مش بهزر والله. انا بفهمك بس القصه كم المعاناه اللي داخل نادي الزمالك علشان اللي بيحصل ده مش طبيعي والمفروض ما نقبلش بيه. اما بالنسبه للنقطه الثانيه هو قصف جبهه. كل الناس بعد ما كابتن سيد عبد الحفيظ خلاص مشي من ام بي سي مصر عشان عضو مجلس اداره في النادي الاهلي بيحترم مكانه النادي اللي بيشتغل فيه، مش زي ناس ما علينا من القصه ديت. فبقى في تصريحات من معظم الزملكاويه اللي بيطلعوا مع مهيب وفي قهوه فايق والكلام ده كله، يعني بوم طخ والكلام ده كله محدش يرد. اتاري الكابتن اكرامي موجود قصف جبهه كرباك النهارده بس بسبب ايه؟ تعال نسمع نفكرك الفيديو ده اللي احنا علقنا عليه قبل كده ونوريك رد الكابتن اكرامي. اسمع. يعني انت ما تعرفش هو الاهلي فين والبنك الاهلي فين يا عم البنك الاهلي بجد يعني وعدم وجود امام عاشور. لو النادي الاهلي مش لابس التيشيرت الاحمر هيبقى زي البنك الاهلي عادي جدا. سمعت كويس يا صاحبي؟ فاكرين طبعا الفيديو ده وعلقنا عليه واتكلمنا عليه، بس تعالى بقى اوريك رد الكابتن اكرامي عشان حرفيا شمع الفتله وما قالش ثبت سنه ونزل في ضرب بجد حرفيا ما رحمش. تعالى نسمع رد الكابتن اكرامي. ان النادي الاهلي من غير زيزو ومن غير امام عاشور يبقى زي البنك الاهلي، ولو قلت ان لو قلعنا التيشيرت الاحمر هنبقى زينا زي اي فرقه، تقول عليا ايه؟ لا يعني ما تقوليش لا، ثواني تقول بس عليا ايه؟ ما هي اما تقول عليا عبيط يهبل. لا هو يا كوكي بس واكل ايه وداخل صهدان كده روق. تعال نكمل. هو احنا من غير امام عاشور ومن غير زيزو ومن غير تريزيجيه ومن غير بن شرقي وبالغربي والكلام ده النادي الاهلي واخد 44 دوري و37 كاس. لو حسبت كل انديه مصر كان في لعيبه كويسه واللعيبه بطلت. والنادي الاهلي بياخد بطولات. يعني معنى كده النادي الاهلي مش هيقف على لعيب. لا طبعا لا طبعا. والنادي الاهلي ما بيتلوش دراعه. زي ما اتكلمت اجيال اعتزلت، اجيال مشيت، ايا كان خلاص. والاهلي بيجيب بطولات ومكمل واسماء واساطير في تاريخ النادي الاهلي، والاهلي مكمل وبياخد بطولات. كلم الحاج. هتكلم الحاج يا ضربه ولا مش هتكلم؟ لا رد. طبعا مش هيعرف يرد علشان الكابتن اكرامي قفلها له في حته في ال90. والله العظيم الكابتن اكرامي هو حارس مرمى كبير، بس متاكد لو كان بيلعب في الملعب لا هتلاقي كان عليه ار2 حط تصريح الحته الاخيره ديت في ال90. اسمع. احنا لما كنا بنتناقش في الموضوع اللي انا بقول لك عليه، لو انا قلت كذا وكذا ومش عارف ايه واختلفنا مع بعض لو انت انا اقبلها منك. ليه؟ لان انت ليك تاريخ واسم. لكن لما واحد ملوش تاريخ ولا اسم يقول حاجه زي كده ما اقبلها. اتفضل يا خالد. اتفضل يا خالد. اتفضل يا خالد. اتفضل يا خالد. خلاص تم قصف الجبهه بنجاح.
اتفضل يا خالد، معاك شاش وقطن؟ اه عشان نجبس الجثه. تعال بقى للموضوع اللي بعد كده. شكلنا ما اعرفش كل يوم بنتكلم على مواضيع امام ليه. زي ما قلت لك امام حواراته كتير، والحوارات ديت ما بتنفعش مع النادي الاهلي. بس تعال نعرف القصه ان صالح جمعه كان معاه حلقه مع ابراهيم فايق، وكالعاده اتاخر على الحلقه، يعني الهوا بدا وهو اتاخر يا برضك حتى وانت محلل ما عليه. المهم ابراهيم فايق ساله في حته ايه رايك في تصرف امام عاشور؟ قال له امام عاشور كان سهران معايا، كنت انا وهو وكهربا بناكل وبتاع. ابراهيم فايق قال له شاشه بس انت جيت لي في ملعب، كنت سهران فين وبتعمل ايه وبتاكلوا ايه وبتاع. حاول يعني يعدي بكل اختصار، بس قال له يعني التصرف بتاع امام يعني دماغه فيها ايه، القصه فيها ايه. قال شايف ان هو مش متقدر من النادي الاهلي، وهو يعني جنب يعني زمايله الفلوس والكلام ده كله، مش متقدر بشكل كبير داخل النادي الاهلي. ده اللي قاله صالح جمعه. ساعتها امام عاشور قام منزل ستوري قال انا ولا قابلت صالح جمعه ولا قعدنا كلنا ولا في الكلام ده كله ولا مكمل في النادي الاهلي ومفيش كل التفاصيل دي. الحقيقه فين يا خفاجه؟ الحقيقه ان القعده دي حصلت، والحقيقه هفضل اقول لك بنسب كبيره ما تصدقش امام عاشور. قلتها لك كذا مره وهي عقليته اللي مضيعه. عايز تصدق ما تصدقش براحتك، بس هفضل اعيد لك وازيد لك عقليه امام عاشور كده، والبيئه اللي حواليه مش افضل حاجه، فبناء على كده بياخد قرارات غبيه او قرارات تؤدي ان هو ما يكملش في النادي الاهلي. وهي فاضل له غلطه واحده، الغلطه الاخيره. اي مشكله لامام عاشور جايه، امام عاشور خارج النادي الاهلي، وديت معلومه خدها مني. انا شايف من وجهه نظري امام عاشور لو هو واصل لحته ان هو مش متقدر ماليا، مش متقدر يعني ان الجمهور والكلام ده كله، انت ما انتش فاهم كده جمهور النادي الاهلي، ولا انت فاهم اداره النادي الاهلي. اداره النادي الاهلي هي اللي تيجي تقدرك لو انت شايف عقدك. طبعا بعد ما تريزيجيه جه وزيزو طبعا في عقود عليت، والشناوي مجدد، وحسين الشحات لسه في عقود عليت، وانت كان يعني قليل منهم شويه، وشايف ان انت الافضل بالفعل فنيا، انت الافضل. مش انت اللي تتحرك او انت يعني تلوي دراع الاهلي بوكيلك او كم تصرف فكده الاهلي يقول لك يا خرابي خد جدد. لا ده بالعكس، ده مش هيمدد لك، واي عرض هيجي لك بظهر ايده هيبيع. اما بالنسبه للجمهور، لو انت بتحط وقيعه بقى ما بين الاداره ان جمهور الاهلي يهاجم الاداره انت كده بتحلم. والله يا امام غطيه، يعني اسمع مني بس مش بافور. ليه يا امام؟ علشان يا امام اداره النادي الاهلي وجمهوره هي بتعتمد مصلحه النادي الاهلي. فجمهور النادي الاهلي شافت ان الاداره ان اللاعب ده عمل تصرف حتى لو هو النجم وعاقبته، ده مش هترضى بالعقوبه اللي هي قليله مليون، ولا الناس شايفه لا ده امام يتباع. كده كده جمهور النادي الاهلي مختلف عن اي حد. ليه؟ علشان هو على طول شايف ان مؤسسته تبقى ناجحه. كابتن بقى محمود، الكابتن سيد عبد الحفيظ، انت ايا كان النجم، شاف ان هو يعني بيلوي دراعه، تصرفاته مش عاجبه، مش بيشتغل بالفلوس اللي هو بياخدها اللي هي كبيره، والجمهور شايف ان هي كبيره. مع السلامه، ايا كان انت مين، وهيتقلب عليك وهتتمسح باستيكه، مش اكنك ما جيتش من النادي الاهلي. انت فاهم؟ فعلشان كده يا امام انا بقول لك يعني نصيحه، وانت عارفني بحبك قد ايه، ما تلعبش كتير في اخر غلطه ليك، اطلع بشكل كويس. هيجي وقت كده كده انا قلت لك هتطلع من النادي الاهلي، بيع عقدك انتهى، ايا كان اللي هيحصل في النهايه، فاطلع بشكل كويس عشان انت عارف جمهور الزمالك خلاص انت القصه دي بقى وقفلناها. الجمهور الاهلي اللي باقي لك اتقلب عليك، فاطلع بشكل كويس، او بمعنى اصح قدم مردودك الاخير اللي هو ايا كان بقى هيبقى كم عدد سنين داخل النادي، قدمه بشكل كويس على الاقل. اطلع خلي فيه جمهور يعني يفتكرك بحاجه، عشان لو ما عملتش كده جمهور الاهلي ولا اكنك كنت موجود. وبس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب يكون عجبك. لو عجبك تقول لي رايك في الكومنتات، وما تاثرش معانا في ايه بقى، اللايك. لو لسه مش مشترك في القناه اشترك في القناه، ويا ريت تدينا شير. لو اديتنا شير قول لي في الكومنتات اديتك شير، والله هدلعك في الكومنتات. وشكرا للناس اللي بتدينا دعم تخلينا نستمر، فنستمر بايه؟ باللايك بتاعك الكلام ده كله. شكرا لكم، وان شاء الله نتقابل في فيديوهات جديده، وسلام.